السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سوف نتكلم عن كيف نجح حمزة تشيمايف بكسر أسنان وفك خصمه روبرت وايت تايجر، ولنؤكد لكم أيضا بأن حمزة تشيمايف لم ينجح بخنق خصمه، ويجب أن نوضح هذه الفكرة بالضبط لأن معظم الناس قالوا كيف لروبرت وايت تايجر أن يستسلم مع بداية الخنق. وأيضا سوف نرى رد إسرائيل أديسانيا على تحدي شرف الدين موغاميدوف. وقبل أن ندخل في التفاصيل أتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. في البداية وكما قلنا في التحليلات السابقة بأن روبرت وايت تايجر مقاتل خطير جدا في الواقف ولديه لكمات مرعبة، إلا أنه لا يفقه شيء تقريبا في المصارعة، وهذه هي نقطة ضعف التي استغلها حمزة تشيمايف في هذه المعركة. لذلك منذ البداية انطلق مباشرة لكي يصارعه ويحاول إخضاعه. وبعد العديد من المحاولات نجح حمزة تشيمايف بأن يرغم الخصم على الاستسلام. لكن وعلى ما لاحظه الكثيرين بأن استسلام وايت تايجر كان سريع جدا، يعني لازال حمزة تشيمايف في بداية الخنق ووايت تايجر استسلم بسهولة، هذا ما اعتقده الكثيرين. ولنوضح الأمر أكثر، استسلام وايت تايجر لم يكن بسبب الخنق بل كان بسبب انكسار الأسنان والضغط الكبير على الذقن. لذلك في هذه الحالة نقول بأن حمزة تشيمايف لم ينجح بخنق خصمه، والسبب وهو عدم تمكنه من الوصول لمنطقة العنق، لأن الأنفاس طبيعة الحال تقطع من هنا وليس من هنا، ولأن وايت تايجر أيضا كان حريص جدا على ألا يمسكه حمزة تشيمايف من هذه المنطقة، ظل يرفع كتفه ويخفض رأسه كثيرا، وهذا ما تسبب في تدمير فكه بسبب الضغط الكبير الذي سببه حمزة تشيمايف لهذه المنطقة. وكما تعلمون حمزة تشيمايف يمتلك جسد صلب جدا، وهذا طبيعة الحال هو السبب الرئيسي الذي دمر فك وايت تايجر وجعله ينسحب بتلك السرعة. وبالمناسبة من الممكن أن يمنح الرئيس دانا وايت لحمزة تشيمايف نزال على اللقب أمام البطل دريكوس، والذي يعتبر جيد نسبيا في المصارعة. والآن لنرى رسالة التحدي التي أرسلها شرف الدين لإسرائيل أديسانيا. I'm the best striker this division. I'm smash Israel Adesanya. شرف الدين موغاميدوف بعدما أنهى خصمه بيتروسيان بقضية مروعة قرر أن يتواجه مباشرة مع الأسطورة إسرائيل أديسانيا، والأخير هكذا كانت ردة فعله بعدما شاهد الضربة القاضية. لكن عندما شاهد تحدي شرف الدين وقوله سوف أسحقك هكذا كان رده. Keep my name out your fucking What the fuck did I do? Why you say fuck me for? أبقي اسمي بعيد، ما الذي فعلته أنا لك حتى تقول بأنك ترغب بأن تدمرني؟ دعني وشأني في حالي. أديسانيا هنا طبيعة الحال فقط يمازح، لكن في الآونة الأخيرة لاحظنا تذبذب كبير في مستوى إسرائيل أديسانيا، وكما شاهدنا في آخر نزال كان إسرائيل أديسانيا يهرب بطريقة غريبة نوعا ما، وكانت اللكمات تصيبه حتى تمكن البطل دريكوس من إخضاعه. وأيضا صرح بعد النزال وقال لقد كبرت قليلا وأنا الآن وصلت للسن ال35. يعني بخلاصة إسرائيل أديسانيا فقد الشغف وحقق كل أمنياته، فهل يستطيع أن يدخل في معركة أمام المتوحش شرف الدين الذي يعطيك إحساس بأنك سوف تسقط بالضربة القاضية أو سوف يحصل لك شيء داخل المثمن؟ فما رأيكم يا عشاق أديسانيا؟ هل يستطيع إسرائيل أديسانيا أن يدخل في هذه المعركة؟ أنتم أجيبون في التعليقات. وهذا ما عندي في هذا المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم. كان معكم محمد المحسني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.